السلام عليكم. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يقرر إيقاف المنتخب المغربي سنة كاملة. هذا الشيء كان سنة 1958. السبب أنه المنتخب المغربي لعب مع واحد المنتخب اللي الفيفا ما كتعترفش بيه. شكون هو هذا المنتخب اللي الفيفا ما كتعترفش بيه؟ هو منتخب جبهة التحرير الوطني الجزائرية. سنة 1957 جبهة التحرير الوطنية الجزائرية كونت واحد الفريق ديال كرة القدم سمته منتخب جبهة التحرير الوطني الجزائري، وكان المقر ديالو في تونس. هذا الشيء في ايام الاستعمار الفرنسي للجزائر. وواحد جوج لعابه تيلعبوا في المنتخب الفرنسي من اصول جزائريه. من نعرفوا انه جبهه التحرير الجزائريه دارت واحد المنتخب، هربوا من فرنسا ومشاو لتونس باش يلتحقوا بهذاك المنتخب. فرنسا ما عجبهاش الحال ومشات دارت واحد الاحتجاج عند الفيفا، والفيفا دارت واحد القرار انه اي منتخب غادي يلعب مع منتخب ديال جبهه التحرير الجزائريه غادي يطبق عليه واحد العقوبه عامين ما يلعبش حتى مباراه لا وديه ولا رسميه. ومن بعد سنه 1958 هاد جبهه التحرير الجزائريه بغات تنظم واحد تورنو في تونس باش تعرف بالجبهه وباش تعرف بالنظام الجزائري من اجل نيل الاستقلال. وهذا تورنو شاركت فيه المغرب وشاركت فيه الجمهوريه العربيه المتحده. شكون هذه الجمهوريه العربيه المتحده؟ هذه الجمهوريه العربيه المتحده جمعت ما بين سوريا ومصر، كان اتحاد بين سوريا ومصر، داروا دوله وحده وسموها الجمهوريه العربيه المتحده. هذه الجمهوريه العربيه المتحده ضغطت عليها الفيفا وانسحبت من هذا التورنو. شكون اللي بقى في التورنو؟ اكيد تونس اللي هي البلد المنظم، الى جنب الجزائر والمغرب ما انسحبش ولعب. هنا فرنسا مشات احتجت من الفيفا، والفيفا صدرت العقاب في حق المغرب بالايقاف لمده سنه بسبب انه لعب مع واحد الفريق اللي الفيفا ما معترفاش به. والظريف في الامر هي ان محمد الخامس الله يرحمه من يوصلوا الخبار بانه الفيفا عاقبت المنتخب المغربي بالايقاف، اشنو قال لهم؟ اذا لم يكتفي الاتحاد الدولي الفيفا بسنتين بامكانه ان يضيف 4 سنوات إذ كان ذلك من أجل نصرة القضية الجزائرية. مرحبا بها. المغرب والملك محمد الخامس الله يرحمه ما وقفوش هنايا، إنما زادوا كمل واستضاف هذا المنتخب ديال الجزائر في المغرب سنة 1958. كان الهدف من هذه المباريات هو التعريف بالنضال الجزائري من أجل نيل الاستقلال والدعم المادي، وبذلك تكون المغرب لعبت دور مهم في التعريف بالثورة الجزائرية. فما غاديش نعرفوا عظمة هذا السيد الملك محمد الخامس الله يرحمه إلى ما خافش من تهديدات ديال الفيفا عكس الجمهورية العربية المتحدة انسحبت. فمن هذا الهضره كلها كنوجه واحد الرساله لاخواننا الجزائريين: انتم راه كتلعبوا في الخط النار، حنا وقفنا معاكم، جدودنا وقفوا معاكم، ما تخليناش عليكم وتعاقبنا بسببكم، وسيروا رجعوا للتاريخ مزيان. اما دابا انكم باغيين تفرقوا المغرب على صحراءه فهذا خط احمر. وحنا عندنا مثل دائما تابعينه، يعني بلادي فداها كل شيء. عندنا الشارف يدخل 100 عام يهز على عصا ويبقى يتضارب، المهم بلادنا. والسلام عليكم. السلام عليكم. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يقرر إيقاف المنتخب المغربي سنة كاملة. هذا الشيء كان سنة 1958. السبب أنه المنتخب المغربي لعب مع واحد المنتخب اللي الفيفا ما كتعترفش به. شكون هو هذا المنتخب اللي الفيفا ما كتعترفش به؟ هو منتخب جبهة التحرير الوطني الجزائرية. سنة 1957 جبهة التحرير الوطنية الجزائرية كونت واحد الفريق ديال كرة القدم سمته منتخب جبهة التحرير.